في الفيديو ده هنعمل الكاميرا شيك او اهتزاز الكاميرا، واللي هيخلي لعبتك ممتعة اكتر. وزي ما انت شايف في اللقطة دي، هو ده اهتزاز الكاميرا واللي هنعمله في الفيديو ده. ويلا نبدأ. اول حاجة هتروح على الكاميرا وتضغط كليك يمين وتختار سيف برانش اس سين، بعدها تضغط سيف، بعدها تضغط كنترول اس، بعدها تروح عند علامة السين. ودلوقتي لازم نفهم ازاي بيتعمل الشيك. لو رحنا على الكاميرا هتلاقي حاجة اسمها اوفست، ودي لو حركناها زي ما انت شايف هتلاقي مكان الكاميرا بيتحرك، وده اللي احنا هنشتغل عليه عشان نعمل الشيك. تخليهم اصفار، وبعدها تروح وتضيف تايمر كرييت، تضغط كنترول اس وتفعل الوان شوت، تضغط كنترول اس. بعدها تروح عند كاميرا 2 دي، تضغط على علامة السكريبت عند علامة الملف، وتختار مكان السكريبت في ملف السكريبتس كرييت، تضغط كنترول اس. بعدها تروح عند تايمر نود تايم اوت كونكت، تضغط كنترول اس. بعدها تعمل متغير اسمه شيك اماونت، اللي هو يعني قوة الشيك، وتخليه يساوي صفر. بعدها تروح عند التايمر وتشده، وانت بتسيبه لازم تكون ضاغط على زر الكنترول. بعدها تروح عند فانكشن بروسيس وتكتب offset equal vector 2، تفتح قوسين وهتكتب ran def underscore range. الفانكشن دي بتديها قيمتين، وكل مرة تتندى فيها تختار قيمة من بين القيمتين دول. طبعا حرف الاف بيرمز لنوع الفلوت، وده عبارة عن عدد بيكون فيه فواصل. مثلا الانتجر يساوي 1 5 9، اما الفلوت بيساوي 3.5 6.1 وهكذا. دلوقتي هنضيف القيمتين وهما -3.3. دلوقتي كل مرة يتفعل فيها الكود هيختار قيمة من بين -3 والتلاتة، وبعدها نضرب القيمة العشوائية اللي طلعت في الشيك اماونت. وطبعا المتغير ده هنتحكم في قيمته في المكان اللي هننادي فيه الفانكشن دي. كل ما نزود الشيك اماونت كل ما يكون الاهتزاز اقوى. ودلوقتي نفس اللي احنا عملناه في الاكس هنعمله في الواي، فاصلة واي، ونقفل القوس. دلوقتي احنا عملنا فكرة الشيك وحركناها، بس لسه الفانكشن اللي هتشغل التحريك. هنعمل فانكشن اسمها شيك، وهنكتب بين القوسين تايم واماونت، وهنكتب التايمر دوت والتايم يساوي تايم اللي احنا كتبناه هنا، وهنكتب الشيك اماونت يساوي الاماونت اللي هي الاماونت دي. وبكده هنقدر نتحكم بمدة وقوة الاهتزاز من اي مكان. وطبعا عشان نقفل الاهتزاز لازم نوقف الفانكشن بتاعت البروسيس. عشان كده هنروح عند التايم اوت وهنكتب set process، وبين القوسين هنكتب false. دلوقتي لو خلص التايمر هيوقف الاهتزاز. دلوقتي احنا قفلنا الاهتزاز لكن احنا ما شغلناش الاهتزاز اصلا. فعند فانكشن الشيك هنكتب set underscore process ونكتب true، وهنخلي التايمر يبدأ. نكتب تايمر دوت ستارت. دلوقتي لو التايمر بدأ وخلص الكاميرا مش هتكون في مكانها الأصلي اللي هو 0 و0، ممكن تكون 1 و3 أو -3 و0. عشان كده هنكتب في التايم اوت offset يساوي فيكتور 2، نفتح قوسين وهنكتب 0.0. دلوقتي لسه حاجة واحدة عشان نخلص الكود. هتروح على فانكشن ريدي وتكتب set underscore process false عشان نتأكد إن الاهتزاز ما يبدأش في أول اللعبة. دلوقتي هتروح عند الفايل سيستم عند السكريبتس، تضغط كليك يمين create new script، تكتب global، تضغط create، تفتح الملف وتدور على global، تمسح ده، تكتب var camera، ومش هنخليها تساوي حاجة. بعدها تروح عند project settings globals، تضغط على علامة الملف scripts وتختار ملف الجلوبال، تضغط add، بعديها close. بعدها تروح عند السكريبت بتاع الكاميرا 2 دي
وتكتب function ready global دوت كاميرا يساوي self. تضغط كنترول اس. دلوقتي هنروح عند كود اللاعب وندور على مكان ضرب النار، وهتكتب global دوت كاميرا دوت شيك، تفتح قوسين وتكتب بينهم 0.2.0.5، او ممكن تكتب اللي انت عايزه. تضغط كنترول اس ونجرب. زي ما انت شايف في اهتزاز الكاميرا. نقفل. ممكن ناخد السطر ده كوبي وننزل عند مكان الدمج ونعمل كنترول في ونخليه مثلا 0.7 و 0.2. نضغط كنترول اس ونجرب تاني. زي ما انت شايف في اهتزاز جامد زي ما اللاعب بيتدمج. وبكده نكون خلصنا. لو استفدت ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وبس، سلام.